صباح الخير، ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني كتير 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 كتير. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، اجمل ناس في الدنيا واحلى ناس في حياتي. ربنا يخليكم ليا. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى اشتريت فرختين كده، قلت اظبط الدنيا، محرومين منهم من زمان. الواد مصطفى لقيته بيقول لي نفسي في فراخ بيضاء. يا خرابي، نفسك في فراخ بيضاء يا ابني وامك عايشه؟ والنبي ما يحصل ابدا. وعايزه اقول لكم على حاجه بس خليها مفاجاه، مش هعرف الجماهير يا سما، ما تخافيش. حاجه حلوه ان شاء الله كده قريب تحصل بامر الله. وكده فخموا معايا في الكومنتات وقولوا لي ايه هي، ان شاء الله كده يا رب يا رب ان شاء الله. المهم وحشتوني. الفراخ البيضاء عندنا ب 90 جنيه، مش عارفه عندكم بكام؟ بسم الله. عندكم بكام؟ قولوا لي كده برضو في الكومنتات عندكم بكام. ولو اول مره تشوفوا القناه عشان خاطري تدخلوا كده تشتركوا فيها بسرعه 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 جري من غير استئذان، لان انا عارفه ان انا هدخل عندكم من غير استئذان. عارفين ليه؟ علشان انا بحب الناس كلها والله، وطيبه ولذيذه وحلوه. ولو دخلت على قناتي هتشوفوا وهتعرفي. يلا بقى نتابع الفيديو للاخر، مش عارفه اليوم هيمشي ازاي. بحبكم جدا. صباح الفل، صباح السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده جبنا الفراخ، كمية فراخ حوالي 3 فرخات وبطاية. ربنا يدينا الصحة كده احسن من اي حاجة في الدنيا. وهنا كمان بقول لكم ان ده الصابون اللي احنا عاملينه مع بعض، ولو حابين ان انا اعمله لكم تاني او ننزل بالطريقة نصورها مع بعض ان شاء الله. هنا كده صمدت الفراخ زي ما حضراتكم شايفين، او حطيتهم في المية السخنة وبشطب الحوض اول باول كده زي ما حضراتكم شايفين، علشان خاطر المواعين ما تتكتلش عليا ونرجع كده ايه، نفضل نغسل ونفضل نعمل ونلاقي المطبخ متكركب حوالين مننا. نضفت الفراخ زي ما حضراتكم شفتوا، وكمان شلت كل الريش اللي عليهم، ورحت بقى ايه غسلهم كام مره كده بالصابونه السمراء. وكمان رحت جايه ما شاء الله كده نقعتهم بقى، انعناهم كده في محلول النقع بشويه ليمون بشويه دقيق، وكمان شويه نعناع اخضر وسنة وكمان معلقه طحينه. نسيبهم كده علشان خاطر نودي ريحة الزفارة منهم تماما. ننقعهم ساعة كده أو ساعتين، مش أكتر طبعا، علشان خاطر السيف. تمام تمام. والحر اللي احنا فيه. المهم ان احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنولع على بطاية حلوة كده مقلوظة محترمة بنت ناس. جبت معايا بصلتين، طماطمتين، وكمان مكعبين مرقة، وكمان شوية فلفل اسود وكمان ايه وشوية ورق لورا. بسيبهم يتشوحوا كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنشوحهم كده ونغلي لهم الميه على الكاتل. على ما نغلي لهم الميه كده تعالوا نشوف هنعمل الفراخ او الثلاث فرخات دول هنقسمهم ازاي. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ممكن نجيب 3 فراخ يكفونا الشهر كله، ممكن نعملهم في 3 اكلات. فانا هنا جبت كده ما شاء الله الدبابيس والافخاد مع بعض في اكله واحده. بعمل بقى على قد الايه الافراد بتاعتنا، 6 افراد، انت بقى زي ما انت حابه تعملي بتعملي. المهم ان انا جبت الدبابيس والافخاد عملتهم كده على طبقين 2، وكمان الاكتاف، وشلت الحتت اللي هي بتاعت الاكتاف كده من تحت ما شاء الله. الفرخيه كانت معايا حوالي 3 كيلو او 3 كيلو الا ربع. اخدت كل الصدور بتاعتهم من تحت كده زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل منهم وجبه، افرمها كده في الكبه نعمل منها مكرونه بشاميل. وممكن نعمل وجبه تانية نعمل بيها كفته، وممكن وجبه تانية نعمل منها برجر، وممكن وجبه تانية نعمل منها حواوشي. هنقسم كده حوالي 3 فرخات زي ما انتم شايفين على كام اكله ما شاء الله. انا عملت طبقين نعملهم كده في صينيه بطاطس، وكمان اللي هم الصدور دي هنعملها كده على 4 اكلات. فزي ما انتم شايفين كده اليوم مشي معانا ازاي. هنا كنا خلصنا شغل، وكنت طبعا طبخت وخلصت يومي، وقلت بقى حابه ان انا اشارككم اليوم مع بعضه كله، والفيديو هلملك يا يكون كده صاحبي. يا رب يكون خفيف وبسيط وسهل على قلوب حضراتكم. رحنا الارض زي ما انتم شفتوا كنا بنروي في الارض. قلت بقى اصور لكم المناظر الحلوه دي، وتعالوا اسيبكم تستمتعوا معاها. يلا جو بسرعة بسرعة. تعالى معايا يلا.
زي ما انتوا شفتوا كده كنت راكبة العربية بصوا بالحصان وطايرة وطالعة أجري. بصوا بحب أستمتع أركب على العربية كده وأجري. بتبقى فسحة ومتعة كده بالنسبة لي. وهنا بقى خلاص كانت المية وصلت الأرض زي ما انتوا شايفين. يا رب كده تجعل بيوتنا كده عمرنا بالخير. وكمان ببصوا الناس بتفضل تتعب يعني الفلاحين دول غلابة والله، علشان خاطر يوقفوا زرعة زي دي أو يزرعوا زرعة. يفضلوا يشتغلوا كده في شغل الأرض ويتبهدلة زي ما انتوا شايفين بالظبط. طبعا انتوا ما شفتوش حاجة وما صورتش لكم حاجات كتير. طبعا في أنفار بتشتغل، في ناس بتشتغل على ما بنوقف الأرض دي كده على رجليها. فربنا يديلنا الصحة ويدي للناس كلها الصحة يا رب، وما تحرم حد من صحته أبدا. وحبيت أصور لكم الفيديو النهاردة علشان خاطر بصوا تتبسطوا كده تشوفوا كل حاجة حلوة مني. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. آسفة جدا إن ما كنتش بصور معاكم فيديوهات الفترة اللي فاتت بجد. كانت فترة صعبة وكانت فترة مش كويسة. فالحمد لله ادعوا لي كده ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا وتجعل قنواتنا من أجمل القنوات، وربنا يكرمنا كده يا رب وتبارك لنا، لأن بجد الواحد بيتعب على القناة كتير كتير. فالحمد لله متشكرة جدا لحضراتكم، أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستنى